ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل محشي مشكل. معايا حله على النار، هحط فيها كميه كويسه كده من الزيت زي ما انتم شايفين. هنزل عليها ببصلتين مكعبات صغيره، هفضل احمر فيها لحد ما توصل للون الذهبي معايا. شايفين كده اهو اللون الذهبي الغامق شويه دوت بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده اهو، لون تحفه. هي دي التسبيكه الصح. هننزل عليها بمعلقه صلصه كبيره، صلصه طماطم، ونحمرها معاها شويه. الخطوه دي بتفرق في اللون تماما. بعد كده معايا كيلو الا ربع من الطماطم، ضرباه في الخلاط مع مكعب مرق ونص معلقه بابريكا. برضو الخطوه دي بتغمق الصلصه، بتخليها لونها روعه يا جماعه. سبتها تتسبك على النار، اول ما تغلي هوطي عليها النار. بعد كده عندي حله على النار ميه بتغلي، نزلت فيها بورق العنب حبه حبه، واول ما لونه بيغير على طول واقوم شايلاه من الميه، ما استناش عليه نهائي. بعد كده رجعت تاني للصلصه اهي، شايفين بعد ما اتسبكت واو شكلها روعه. الزيت فصل كده عن الطماطم، كده الصلصه اتسبكت تمام. هننزل بقى بالتوابل. كل ده انا مكنتش حطيت اي حاجه ولا حتى ملح، حطيت ملح وكمون وكزبره وسبع بهارات، معلقه من كل حاجه. سبتها تتسبك اهو تاني تغلي غلوتين. بعد كده شلت منها معلقتين 3 في طبق، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. تمام اهو بالشكل ده. بعد كده معايا كيلو الا ربع من الرز، نزلت عليهم بالصلصه وقلبتهم كويس قوي قوي، ونزلت عليهم بالكزبره وشبت، وبرده رجعت قلبتهم تاني كويس. والحله دي اللي هلف فيها ورق العنب، فيها شرايح جزر والعقب بتاع ورق العنب، وكمان فصين توم. معايا بقى طبق مسطح للي ما بيعرفش يلف ورق العنب واللي بيزهق منه. اسهل طريقه بجد هتلفي بيها ورق العنب وهتنجزي في ثواني. هفرد كده ورق العنب، ويا ريت تبقي رصاه عشان ده هيسهل معاكي برضو. وهحط الرز في النص وهلف لفه صغننه واقفل من الجنبين واكمل اللفه. وشدي على ورق العنب وانتي بتلفيه بحيث ان الصباع يبقى ماسك نفسه، ما يبقاش ملخلخ معاكي. ولما يستوي تلاقي الرز طلع بره والكلام ده كله بلاش بالشكل ده. والرز يا جماعة بتاع الخلطة لازم يكون متصفي كويس جدا جدا عشان ما يعجنش. الرز لو فيه مية كتير او الصلصة مش متسبكة كويس الرزاية بتعجن في المحشي. لازم الخلطة تبقى يعني تكاد تكون ما فيهاش نقطة مية زي ما انتوا شايفينها كده. ولو ورقة كبيرة معايا بقطعها من تحت زي ما انتوا شفتوا. شايفين شكل الحلة عامل ازاي؟ تتاكل نية بصراحة اهو بالشكل ده كده تمام. هحشي هنا، انا حاطه خضره من تحت في حله المحشي، حشيت البتنجان والكوسه والفلفل ورصيتهم عشان بس الوقت بالشكل ده. وهو كده بعد ما استوى بصوا تحفه، ولا رزايه بره ولا اي حاجه. وان انا احط خضره في القعر بيدي ريحه روعه للمحشي. وكل ما تفتحي الحله تملى الشقه ريحه المحشي بتبقى رهيبه. جربوها. شايفين الشكل عامل ازاي؟ خرافة خرافة. ونسيب عقلة صباع بس واحنا بنحشي عشان الرز ما يطلعش بره ويعجن ويملى الحلة والكلام ده كله. زي ما حطيته في الحلة زي ما غرفته. وادي ورق العنب وبألف هنا وشفا.